اهلا بكم في فيديو جديد من قناه فادي عضلات. قبل ما نبدا الفيديو حابب اعرفكم ان انا في عندي قناه تانية للالعاب اسمها قناه تفجير وتدمير، هتلاقي اللينك في الوصف يا جميل. اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات. ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده يا جماعه انا جايب لكم الاكله بتاعه، صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. ايوه يا جماعه الفيديو بتاع صدقني انا لو اعرف اللي اتاخدت منه الميمه ديت. ميمه هو يعني مفرد ميمز ايه، الميمايه دي ولا الميمزايه دي، ايا كان يا جماعه. الفيديو اللي اتاخدت منه الميمزايه ديت كنت بجرب فيه سمك قاروص وبنفس الترنج ده بالظبط ونفس السمك ده، فعشان كده انا قلت ايه نستعيد الذكريات كده سوا واجرب لكم سمك القاروص. بصوا معانا 4 سمكات، اللي فوق دي تعتبر كبيره قوي. تمام. ومعانا بصوا بقى يا جماعه، في الفيديو ده انا هكون قدوه ليكم. لو تفتكروا في الفيديو اللي فات قلت لكم في النهايه لازم يا جماعه تخفوا اكل، حتى لو اكل بيتي، اي نعم رغم ان هو اكل صحي ولكن برضك لازم تخفوا الاكل بالمعقول عشان صحتكم. وقلت لكم ان انا هبدا بنفسي، لازم ابدا بنفسي، لازم اكون قدوه ليكم. عشان كده النهارده انا قللت كميه الرز. لو تاخدوا بالكم دايما في الفيديوهات كنت بجيب لكم الرز في الطبق بيبقى كتير كده وهرم كبير كده. بصوا النهارده الرز قد ايه يا جماعه اللي انا جايبه، زي ما انتم شايفين يا جماعه، كميه اقل بكتير من الكميه اللي بجربها كل مره، عشان تعرفوا انا بتاع افعال مش اقوال. طالما قلت لكم انا هبقى قدوه ليكم يبقى انا هبقى قدوه ليكم. تمام. وجايب سلطه، طبعا السلطه الخضراء صحيه زي ما قلت لكم، جميله، بس طبعا ما تكتروش منها قوي، يعني مش لازم كل يوم طماطم يعني. شايف الجو حرر قوي كده ليه يا جماعه؟ في ايه؟ الجو حرر قوي قوي قوي. ثواني يا جماعه معلش عرقت. على فكرة يا جماعة أنا من عشاق سمك القاروص. على فكرة أصلا أنتوا تعرفوا إن سمك القاروص ده ممكن بيتقلى وبيتعمل بطرق كتير، بس أنا ما جربتوش غير مشوي للأسف، إنما هو ليه طرق كتير حلوة. بصوا السمكة دي فاتحة بقها بتصوت من اللي هعمله فيها. فاتحة بقها. قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك المتين واشترك في القناه لو مش مشترك، ويلا بينا. طيب على فكره يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، انا السلطه بحب اسفها شويه ميه كده، لان الميه بتاخد من طعم السلطه وبتدي حاجه كده طعم ميزز كده لذيذ عسل. وعلى فكره انا عاملها بزيت الزيتون مش زيت عادي. طيب تعالوا اول حاجه هنقشر السمك. طبعا مش محتاجه اوريها لكم الاكله دي من فوق، هو سمك ورز يعني الموضوع مش معضله. تمام، مش مستاهله ان انا ايه. واللحم الابيض بقى يا جماعه، لا ما تفهمونيش غلط، ما تفهمونيش غلط. اللحم الابيض بقى يا جماعه، استنوا بقى اوريكم الحلويات دي، اوريكم الحلويات دي. يا سلام، انا بحب القاروص بصراحه يا جماعه، طعمه بيبقى عامل زي الكابوريا. بصوا القاروصيه دي عامله ازاي، بصوا اللحم الابيض، شايفين يا جماعه لحمها عامل ازاي، حاجه سيمه جامده جامده قوي، جامده قوي 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 بجد، حاجه فوق 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 الصياعه. هفصص بس الاول. الله، وبيتقشر بسهوله وجميل جميل. كان في فيديو يا جماعه، الفيديو اللي فات اللي ما شافهوش، كنت مجرب بقى صينيه بطاطس ومعاها صدر وورك فراخ محمره في الفرن ومعاها رز، اكله سيمه سيمه سيمه. الفيديو اللي فات على طول يا جماعه فيديو جامد 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 جامد، يعني جامد. هسيبه لكم في البطاقات فوق او شاشه النهايه عشان اللي ما شافهوش. بجد فيديو عسل عسل عسل، هتبسطوا قوي، لان عملت فيه فكره جديده مختلفه، وهي ان عملت ميكس بين اكل البيت واكل المطاعم. تمام. كان في مطعم كده جربته ففي حاجه عجبتني منه قوي، فقلت ايه اعمل ميكس بين اكل البيت واكل الايه المطاعم، وفي ناس كتير حبت الفكره يعني. بصوا يا جماعه ديت برضو، لا حاجه سيمه بجد يا جماعه. السمك ده بيفكرني بذكريات والله يا جماعه. انا كنت بعد ما اكلت السمك فبقول للناس ايه، طبعا الناس دلوقتي هتسالني يا فادي ايه الهدف من الفيديو ده. صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. جمله كده تلقائيه طلعت مني بعد الفيديو، لقيت لك الدنيا مقلوبه، ترند في كل حته، في كل حته الدنيا اتقلبت بسبب المقوله دي.
ده انا عايز اقول لكم المقوله دي اشتهرت ليا اكتر من المقوله الاصليه بتاعتي اللي كانت اشهر، اللي هي جامد يا جدعان. صدقني انا لو اعرف اقول لك دي بقت اشهر بكتير، اللي هو كل اللي عايز يعمل حاجه ومش عارف، او مثلا مثلا واحد عايز يذاكر وعنده مواد كتير ومش عارف ايه، يقوم حاطط الميم دوت. يعني الميم اشتهر قوي قوي، اللي هو حاجه ذكريات والله يا جماعه، ذكريات. بصوا يا جماعه والله اوريكم بقى السمك واللحم الابيض. شايفين؟ لا مش عايزين بقى ايه اللي بيحصل دوت، لا حاجه تحفه 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 تحفه. انا بموت في حاجه اسمها قاروص. ليه بقى؟ القاروص طعمه بيبقى لحم ابيض كده، وطعمه عامل زي الكابوريا، في من الكابوريا كده، فبيبقى جامد، بيبقى جامد جامد يا جماعه. شوفوا يا جماعه انا ببدا بنفسي ازاي، وقللت الرز اهو، لان الرز بيتخن جامد يا جماعه. فكل رز، كل ما حدش قال لك ما تاكلش رز، بس كل بالمعقول. وانا اهو انا قدوه ليكم اهو، انا اول واحد بنفذ الكلام ده، عشان ما تقولوش ده فادي بيقعد يقول لنا نصايح وهو اول واحد ما بينفذهاش. لا اهو الرز بس عامل انه معجن شويه، مش عاجبني. السلطه الخضراء دي اللي عسل قوي يا جماعه، وبالذات لما بتتعمل بزيت الزيتون بتبقى عسل العسل يعني. وانا بعشق حاجه يا جماعه اسمها سمك قاروص، بجد جميل. الرز يا دوبك، يعني حاسس الرز يا دوبك على قد السمك. بس انا يا جماعه مش هقول لكم نصايح انا ما بعملهاش، لا انا اول واحد لازم اعمل النصايح دي عشان اكون قدوه ليكم. بس خلينا واقعيين، انت مستحيل هتسمع نصيحه حد هو اصلا ما بيعملهاش. طب هتصدقوا ازاي؟ فين المصداقيه؟ عشان كده يا جماعه انا جايب رز قليل عشان ما تخنش. بس خدوا بالكم، والكلام ده موجه للناس اللي بقى ايه هتستعبط وتسوق فيها، العيال اللي بتتعب اهاليها ويبقوا جايبين لهم احسن اكل ويغلبوهم وما ياكلوش. لا احنا لا تحافظ على صحتك، بس مش ان انت ما تاكلش او ان انت تاكل قليل، انت تبقى ضعفان وسهتان كده. وانت في سن النمو لازم تتغذى كويس، لازم تاكل كويس، ولا تأفور قوي عشان ما تتخنش، ولا تاكل قليل قوي عشان ما تبقاش ضعفان كده وانت في مرحله النمو. بصراحه يا جماعه رغم ان الرز الابيض العادي طعمه بيبقى حلو، بس انا بصراحه بفضل الرز بقى اللي هو البسمتي والحاجات، تبقى الرز كده بالمعلقه بتطلع، ما بتقعدش انتوا فاهمين قصدي، ما بيبقاش معجن، ما بيبقاش. بس هو برضه خلينا واقعيين، الرز البسمتي ما ينفعش مع السمك، بس ممكن ايه، لا هقول لكم الرز البسمتي اللي ينفع مع السمك الابيض، في رز بسمتي ابيض في شبه كده من الرز الهندي اللي كان في التموين قبل كده زمان. ده انا كنت بعشق الرز الهندي بتاع التموين ده، يا خبر يا جدعان كان حاجه عسل. كنت بحب بالذات اكله مع المكاريل والحاجات ديت. الرز يا دوبك على قد السمك، ده السمك اكتر كمان. طعم القاروص غريب كده، جميل قوي، تحس كده بيدي كده على طعم الكابوريا جامد. ده ايه ده يا جماعه؟ ده بالظبط بالظبط، ده خلاص اخر معلقه رز هتبقى مع اخر كام فص سمك بالظبط. يعني بصوا مظبوطه بالملي. بصوا اخر معلقه اهي، ومعاها شويه الفصوص ديت. زي الفل.
بصوا اهو الحمد لله اكلت وشبعت وما مليتش بطني، مش حاسس اللي هو بعد ما اكلت ان انا يعني ايه بطني مليانه ومش قادر اعمل حاجه. لا، اكلت وشبعت وفي نفس الوقت عارفين يا جماعه اللي هو احلى حاجه ان انت تاكل نص بطن. نص بطن دي اللي هي ايه؟ ان انت تاكل بس ما تشبعش قوي. يعني اول ما تحس ان انت شبعت ما تكملش، مش لازم توصل لدرجة الشبع اللي هي الشبع التام قوي اللي انت ما تبقاش قادر تاكل اي حاجة بعدها. لا، نص بطن، هي المصطلح اسمه كده، نص بطن، اللي هو انت تاكل بس ايه اول ما تشبع خلاص ما تكملش بعدها خلاص، فاهمني؟ وطبعا هنا في نصيحة مهمة جدا يا جماعة، مش معنى ان احنا قلنا ان انتوا، انا حاسس ان في مدرسة مش معنى ان احنا قلنا ان يعني ايه تقلل في الاكل عشان ما تتخنش، ان انتوا مثلا ايه تخلوا مامتكم في البيت تطبخ لكم كمية رز كتير قوي وتقوموا في الاخر ايه اخدين حبة صغيرين ومعظم الرز يترمى. لا، حرام 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 النعمة تترمى. قولوا لماما تعمل الرز يا دوبك على القد او ازيد حاجه بسيطه، انما مش يعني بصوا يا جماعه، هي نصيحه كده مكلكعه في بعضها، هي نصيحه مكلكعه في بعضها، تمام؟ اللي هو ما تاكلش كتير قوي وما تاكلش قليل قوي وما تعملش اكل بزياده يترمى، حاجات كتير كده مع بعض. والله هنا عليا اقول لكم برضك ايه الهدف من الفيديو ده، بس هو في فعلا فيه هدف. لا، الفيديو فيديو يعني الفيديو فعلا ليه اهداف، يعني يمكن ده ليه هدف عن الفيديو اللي فات اللي كنت جربت فيه القاروص زمان، اللي هو بتاع صدقني انا اعرف اقول لك، لان وقتها فعلا يعني انت واحد طالع ياكل قدام واحد طالع ياكل قدام الكاميرا. طب انا استفدت ايه؟ انا عايز اعرف، انا عايز افهم انا استفدت ايه. يعني انا دلوقتي انا بتخيل نفسي يا جماعه لو انا مثلا بتفرج على فيديو على اليوتيوب واحد طالع ياكل، يعني حتى مش واحد بيجرب اكل ويقول لي رايه فيه او بتاع، لا واحد طالع ياكل. يا عم في ايه يا عم؟ يا عم في ايه يا عم؟ ما تصدع ناس يا عم